الأخرى ليعلموا من هم المصريون بعد أن تحرروا من الظلم والاستعباد والفساد الداخلي، وبعد أن أصبح الشعب المصري وضح له القرار. وأكد أيضا أن الكيان الصهيوني ومعاونوه حاولوا أن يقضوا على الثورة باختراع الفتنة الطائفية ولكنهم فشلوا، والدليل على ذلك أين هي الفتنة الطائفية الآن؟ فلا وجود لها لأنها مصنوعة على أيدي خبثاء يريدون الليلة على حد وصفه من هذا الوطن الغالي والكبير، والآن يحاولون إثارة فتنة من نوع جديد في سيناء، ولكن قال على حد وصفه أن دم الحيوانات المصرية الآن أغلى من دم كل يهودي على حد وصفه. أما عبد السلام الألفي أمين مساعد الحزب الناصري ببورسعيد وممثلا على القوى الوطنية بمدينة بورسعيد قال أن معاهدة السلام قد سقطت بالفعل في العدوان الإسرائيلي المشين في سيناء، وأشار إلى أن مصر في ظل هذه المعاهدة تعاملت بكل ذل وعدم كرامة في الوقت الذي كانت تتعامل فيه إسرائيل بكل عزة وكرامة، وكانت حقوقنا مهدرة ومعدومين السيادة على أغلى قطعة أرض من وطننا الغالي والتي روتها دماء الشهداء من أجل نصر الساحق في حرب أكتوبر 73. أحمد، لو تابعنا سريعا في أجواء السهرة الفنية التي شاركت فيها فرقة اسكندريلا. نعم، سهرة موسيقية على شاطئ بورسعيد بالأمس بمكتبة مصر العامة. استمتع العشرات من أهالي مدينة بورسعيد ومجموعات من الشباب بفن فرقة اسكندريلا الموسيقية على أنغام السيد درويش العتيقة والقديمة، والتي لاقت إعجابا شديدا من أهالي بورسعيد بالأمس. وغنت الفرقة مجموعة من الأغاني الوطنية الجديدة التي ألهبت مشاعر الحضور عن مصر وعن فلسطين وعن الثوار أثناء ثورة 25 يناير وعن شهداء الثورة. وأحيت الفرقة أيضا تراث فؤاد حداد أبو شعراء العامية والفنان صلاح جاهين. ويذكر أن الفرقة مثلت مصر في احتفالات مهرجان ليالي التاج الدولي بتونس 2011. نعم، الصحفي أحمد الجمال أشكرك شكرا جزيلا. في دمياط